السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احب ارحب بكم في قناتي. فلأول مرة بتشوفيني خديلك لفة في القناة، اتمنى يا رب ان هي تعجبك، ولو عجبتك ما تبخليش عليها باللايك والكومنت الحلو منك والاشتراك في القناة. وطبعا ما تنسيش انك تفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك الاشعارات بجديد هننزله. النهارده ان شاء الله جايلكم بوصفة حلوة قوي، وصفة كده بقى لوصفات رمضان. ان شاء الله الوصفة تعجبكم. فيلا بينا كده نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف الوصفة بتاعتنا. النهارده بقى ان شاء الله هنعمل مع بعض صوابع الكنافه القمر دي. انا طبعا دايما كل ما بعمل الكنافه بعملها في صينيه. عايزه اقول لكم ان انا اول مره بصراحه، عشان اكون صريحه معاكم، اول مره ان انا اجربها صوابع كده، وما شاء الله نتيجتها عايزه اقول لكم عجبتنا قوي. يعني انا اي حاجه بكون بجربها لاول مره انا بقول لكم ان انا اول مره اجربها، بس عايزه اقول لكم نتيجتها عجبتنا قوي. فيلا بينا كده بقى بسرعه نشوف احنا عملناها ازاي. في البداية أول حاجة بس كده أنا هبدأ أجهزها هو الشربات بتاعنا، لأن أنا عايزة الشربات بتاعي يكون بارد والكنافة هتكون سخنة عشان تطلع مقرمشة معاكي. فأنا الشربات بتاعي استعملت كوبايتين من السكر، عليهم كوبايتين من المية، وضفت عليهم عصرة نص ليمونة، وهضيف عليهم كده ظرف من الفانيليا، وبعدين هضيف عليهم معلقة كده من عسل جوز أو عسل النحل، بس هو مجمد معايا لأن أنا كنت بصراحة محتفظة بيه في التلاجة نسيت أطلعه، فهو مجمد كده. فاحنا نستعمل حوالي معلقة. وبعدين هناخد الخليط بتاعنا ده نحطه على عين البوتاجاز كده. انا هبدأ بس اقلب بالراحة كده لحد ما العسل اللي موجود على المعلقة يبدأ ان هو يفك معايا، وبعدين هبدأ ان انا اوقف تقليب على طول. يعني انت لو العسل بتاعك فاكك حط بس الخليط ده على عين البوتاجاز وسيبيه يغلى مع نفسه كده، هيديك نتيجة حلوة قوي. انا قلبت بس لان عايزة العسل يبدأ ان هو يفك من على المعلقة. فلحد بقى ما العسل فك كده، وبعدين هسيبه لحد ما الشربات بتاعنا يغلى كويس قوي. هبدأ بقى ان انا هدي عليه النار واسيبه على نار وسط كده يبدأ يغلى معايا حوالي 10 دقايق، وبعدين هطفي عليه النار. الشربات بتاع الكنافة بيكون لا هو خفيف قوي ولا هو تقيل قوي، بيكون قوامه وسط، فالمقادير دي بتكون كويسة قوي بالنسبة له. فانت اهم حاجة بس بعد ما يغلى معاكي كويس تبدأي بس انك تهدي عليه النار وتسيبيه يبدأ يغلى مع نفسه شوية. ده بيظبط القوام بتاعه. يعني لو القوام خفيف لما تسيبيه يغلى بيبدأ القوام بتاعه يظبط شوية. فانا هنا خلاص بعد ما سبته بقى يغلى شوية كده بدأت ان انا ركنته على جنب يبدأ يبرد معايا. وهنبدأ بقى دلوقتي ان احنا نجهز في الكنافة. اول حاجة انا معايا في الكيس هنا ده نص كيلو من الكنافة. ومجهزة بقى للحشوة كده اي مكسرات متوفرة عندك واي مكسرات انت بتحبيها. انا ضايفة كده سوداني ضربة في الكبة، وضايفة عليه جوز الهند. ضيفي اي مكسرات متوفرة عندك، وبعدين بضيف عليهم حوالي معلقتين كبار مليانين كده من الشربات اللي احنا عاملينه. عايزة اقول لكم بيدي تماسك حلو قوي للحشوة، يعني سواء في قلب الجلاش او في قلب الكنافة بيخلي الحشوة كده تكون متماسكة وحلوة قوي. فانا بقى بدات ان انا جهزت الحشوه بتاعتي، وبعدين بقى عندي هنا ده نص كيلو من الكنافه. طبعا لازم أن تكون الكنافه صبحه، ولا تكون بايته، ولا تكون في قلب الفريزر. لازم أن تكون معاكي صبحه كده بحيث انها تكون يعني فكه من بعضها، وزي ما انتم شايفينها كده تكون قطع طويله بحيث انك تعرفي تقطعي القطع اللي انت عايزاها، او على حسب رغبتك انت تقطعي الحجم المناسب ليكي. انما لو مثلا مجمده في الفريزر هتلاقيها بتتفتفت منك كده، فمش هتكون لطيفة. او مثلا لو بايته هتلاقيها برضو ما بقتش حلوة، فالافضل انها تكون كنافة صبحة كده. فانا هبدأ بقى دلوقتي كده ان انا يعني ابدا ان انا افككهم من بعضهم كده وبقطعهم بالمقص بتاعي على حسب التقطيع وحسب الحجم اللي انت عايزاه. بس انا مبدئيا انا بقطعهم بس كده بفككهم عن بعض، وبعدين بعد كده هبدا ان انا اقطعهم يعني الحجم المناسب ليا في الحشوه. فانا دلوقتي بس هفكهم كده، وطبعا هجيب دلوقتي فوطه لان طبعا الكنافه بتاعتك لو سبتيها كده معرضه للهواء هتنشف معاكي وهتديكي نتيجه مش كويسه خالص. فانا ببدا ان انا اجيب فوطه كده، والقطعه اللي انا ابدا ان انا اظبطها ببدا ان انا اغطيها، احطها على الفوطه واغطيها بحيث ان هي ما تنشفش معايا. والكميه بقى اللي خرجت معايا دي مثلا مش متساويه او شكلها مش كويس مش هنرميها. انا ببدا احتفظ بيها في كيس كده وعينها في الفريزر لمره تانية. لو هجيب كنافه ببدا ان انا مثلا عايزه كنافه مجمده هعملها في وصفه ولا حاجه، ببدا ان انا عينها في الفريزر اطلع الكيس ده وقتها. هبدا بقى دلوقتي ان انا احشي معاكم واحده كده، وبقيت الكميه بصراحه قعدت كملتها مع نفسي. اول حاجه بجيب كميه بسيطه جدا من الكنافه زي ما انتم شايفين. يعني عايزه اقول لكم اشبه بان مثلا بتكون يعني كل شعرايه كده من الكنافه مرصوصه جنب التانية. يعني ما تجيبيش طبقه كبيره او لا، انا عايزه طبقه خفيفه خالص من الكنافه تكون مرصوصه جنب بعضها. وطبعا انا رشه الرخامه عندي رشه كده من الميه عشان تبدا ان هي بس يعني تخلي لي شكل الكنافه بتاعتي شكلها
شكلها كويس. وبعدين ببدأ بقى ان انا احط الحشوة بتاعتي والف بقى كويس قوي، وابدأ ان انا ابرمها كده على الرخامة بحيث ان هي تتقفل معايا كويس. ولو في اي زوايد كده معاكي من الجناب خارجة، ابدأي بس بالمقص كده بالراحة قطعيها. بس خدي بالك لو في حشوة ظاهرة، يعني حاولي انك كنت بتقفلي كده تقفلي كويس علشان ما يكونش في حشوة ظاهرة منك، عشان لو دخلت الفرن هتبدأ ان هي تتحرق منك. فانت بس يعني لو شعيرات بسيطة ظاهرة ابدأي انك اعملها بالمقص، بس المهم ما تجيبيش على حاجة فيها حشوة عشان ما تتحرقش منك وتديكي نتيجة مش كويسة. وبعد بقى خلاص كده خلصت كل الكمية بنفس الطريقة زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ بقى اجيب عندي دي كوباية من السمنة، ممكن تستعملي سمنة على زيت مفيش اي مشكلة عادي. فانا هبدأ بقى دلوقتي ان انا اجيب كوباية السمنة دي، وابدأ ان انا ادهن الكنافة، ادهنها كويس قوي بالسمنة. طبعا الصينية بتاعتي انا دهنها سمنة برضو، يعني حطي الكنافة بتاعتك في صينية مدهونة سمنة. وبعدين ابدأي بقى انك الوش كده، اهم حاجة انك تغطي كل كمية الكنافة اللي معاكي بالسمنة كويس قوي، يعني بالفرشة كده او بمعلقة ادهني كويس لحد ما تخلصي كل كمية السمنة اللي معاكي. لنص كيلو كوباية سمنة دي كويسة قوي. انا بصراحة مستعملة كوباية الا ربع من السمنة وربع كوباية من الزيت، بتديني نتيجة كويسة. فانا هبدأ بقى دلوقتي ان انا اغلف كل الكنافة اللي معايا كده كويس قوي بالسمنة. وبعدين طبعا بقى في الوقت ده مشغلة الفرن بتاعي يسخن على درجة حرارة 180، وحاطة الشبكة على اخر مستوى خالص. وبتبدأي بس انك تسيبيها في الفرن كده لحد ما تبدأ ان هي تتلون معاكي من تحت. انا بشغل من تحت، واول ما تاخد لون من تحت ابدأ بقى ان انا اشغل عليها الشواية تاخد لون من فوق. ممكن تشغلي من فوق ومن تحت عادي بس تتابعيها. هتاخد معاكي في الفرن بالظبط من 10 دقايق لربع ساعة، وده على حسب درجة حرارة الفرن بتاعك، لحد بقى ما تبدأ تاخد لون معاكي وتطلع معاكي بالجمال ده. ما شاء الله عايزه اقول لكم شكلها حلو قوي، وكانت ريحتها ما شاء الله في قلب الفرن، يعني ريحه السمنه بلدي كده مديها ريحه ما شاء الله جميله قوي. اول بقى ما تطلع معاكي وهي سخنه كده، ابدأي بقى وهي سخنه انزلي عليها بالشربات البارد، وبعدين سيبيها في الشربات شويه تبدأ تشرب معاكي شويه من الشربات، بس ما تسيبيهاش مده طويله قوي بحيث انها ما تشربش كميه شربات كتيره معاكي وتبدأ ان هي تطرى منك. لا سيبيها يعني اول بس ما تبدأ تتشرب معاكي كده، وانت في نفس الوقت برضو يعني ابدأي حركي في الصينيه بالراحه، بس بالراحه عشان ما تكسريش وحدات الكنافه معاكي. ابدأي بس حركي الصينيه بالراحه كده بحيث ان الكنافه تبدأ تتحرك معاكي في قلب الصينيه وتبدأ تشرب كده من الشربات معاكي لحد بقى ما شاء الله شايفين شكلها عامل ازاي. يعني حتى لو مش واخده لون ممتاز قوي، وحتى لو شكلها مش كويس قوي قوي، بس اهم حاجه كفايه انك عامله حاجه بنظافه ايدك. وفي نفس الوقت ما شاء الله عايزه اقول لكم والله كان طعمها حلو جدا، وفي نفس الوقت واخده سنه قرمشه كده. وهوريكم دلوقتي ازاي الحشوه متوزعه جوه في قلب الكنافه ما شاء الله يعني حلوه. شايفين اظن القرمشه وهي قد ايه مقرمشه باينه، والحشوه متوزعه ازاي في قلب الكنافه من جوه. عايزه اقول لكم والله ما شاء الله طريقتها سهله وبسيطه. يعني انت مثلا ممكن تستصعبي اللف، بس اللف بتاعها بسيط قوي. انا وريتكم واحده وقعدت بقى خلصت الباقي كله كده على طبليه كده على الارض او على صينيه على الارض، لان بصراحه ما بحبش اقف على الرخامه كتير. ما شاء الله عايزه اقول لكم قرمشه وحلوه قوي. جربوها بجد بجد، يعني تستاهل انكم تجربوها لانها بجد حلوه قوي. طبعا بقى في عزومات رمضان وتشرفك كده على سفرتك ما شاء الله حلوه قوي. وخلاص بقى لحد هنا كده بيكون خلص الفيديو بتاعي معاكم، وخلصت فكرتي معاكم النهارده، واسفه لو طولت عليكم في الرغي كتير. واتمنى يا رب ان الفيديو النهارده يكون عجبكم، واتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه ولو بافكار بسيطه. وطبعا بقى لو عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك والكومنت الحلو منكم والاشتراك في القناه. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفات جديده وافكار جديده، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.